جدا من شفتوا اسعار الجبنه بقت عامله ازاي. طبعا الجبنه مش بتكلم عن الجبنه النباتي، لان الجبنه النباتي دي ضررها مش قادره اقول لكم، مضره للقلب وبتزود الكوليسترول ومضره لاصحاب الضغط العالي. فاحنا المفروض اصلا ما بناكلش اصلا الجبنه النباتي. والجبنه الطبيعي مش هقول اسامي، الجبنه الطبيعي بقت غاليه مولعه. رحت السوبر ماركت من كام يوم لقيت الربع بقى ب 32 جنيه، الجبنه العلب بتاعت المصانع. فاحنا نعمل حاجه بقى في البيت اوفر مليون مره وسهله جدا وطبعا فرق رهيب في الطعم وفرق رهيب في الجوده، وعلى الاقل حاجه انت ضامناها. دول 2 كيلو ونص لبن، دفتهم بس ما غليتهمش، اللبن بتاع الجبنه ما يتغليش، دفتها بحيث ان انت تحطي فيها ايديكي كده تستحمليها. نعرف ازاي درجه الحراره تبقى حراره دمع العين كده. شوفي بيبقى دافي ازاي، تبقى اللبن كده دافي زيه كده، تحطي ايديكي فيه تلاقيه يا دوب دافي تستحمليه. ده لبن بودره، لكل كيلو بنحط معلقتين لبن بودره. ليه بنحط لبن بودره؟ في ناس كتير مش بتحطه. لبن البودره بيقلل جدا الشرش، احنا عايزين نطلع اقل شرش ممكن واكتر جبنه ممكنه. اللبن البودره بيقلل جدا الشرش. يبقى دول 5 معالق لبن بودره على ال2 كيلو ونص، يعني كل كيلو معلقتين كبار لبن بودره. الملح كل كيلو بياخد معلقتين كبار، كل كيلو بياخد معلقتين كبار. ممكن يكون ايه الملح كده كتير، بس برضو كمية الملح كل ما زادت كل ما بتقلل برضو الشرش وبتطلع جبنة اكتر. دول قلنا كل كيلو بياخد معلقتين لبن، معلقتين ملح كبار، يعني المفروض دول 5 معالق. انا حطيت صراحة حطيت 4.5 عشان الضغط العالي. دي بقى اسمها منفحة، دي اسمها منفحة. المنفحة دي بنجيبها من المعامل بتاعة الجبنة او العطارين الكبار. بقى ممكن تلاقوها سايلة، ممكن تلاقوها اقراص، ممكن تلاقوها بودرة، اللي تلاقيها تشي. كل كيلو بياخد معلقة، كل كيلو لبن بياخد معلقة منفحة كبيرة. طبعا لا، المنفحة في ناس كتير يعني انا دخت عليها على ما لقيتها، مش هضحك عليكم. لو ما لقيناهاش بنستخدم الخل، بس طبعا المنفعه هي الاساس، يعني هي اللي بيتعمل بيها الجبنه. وعلى فكره رخيصه مش غاليه خالص. يلا نبتدي. اللبن كده اهو دافي، هنحط اللبن بودره، ندوب بقى اللبن كويس. تاني قلنا تاني دول كام معلقه لبن بودره؟ دول 5 لكل كيلو معلقتين، دول عشان 2 كيلو ونص حطيت 5 معالق. نحط معاه الملح. الملح قلنا قد ايه ملح؟ كل كيلو برضو معلقتين، كل كيلو معلقتين، معلقتين كبار. نبدأ طبعا نقلب عشان ندوب كويس قوي الملح. ندوب كويس قوي اللبن البودرة. والله الجبنه البيضه مفيش اسهل من كده، واوفر كتير وصحيه مليون مره عن النباتي. والله يا جماعه تبطلوا، يا ريت تبطلوا النباتي دي، لان هي مضره حتى للاطفال، مضره على المدى البعيد مضره. هي اوفر طبعا خصوصا ان كيلو اللبن بقى ب20 جنيه، بس احنا بنتكلم على الصحه بقى. دول حطينا ايه؟ قلنا تاني كل كيلو حطينا له معلقه. في منفعه بتبقى قويه وفي منفعه بتبقى ضعيفه. لو المنفعه حسيناها خفيفه او ضعيفه بنزود عشان اضمن ان هي تجمد تخسر. نقلب حلو قوي كده عشان ما يبقاش في جزء ما تخسرش معانا.
وهي لسه دافيه برضو، يا تحطي ايدك فيها تلاقيها لسه دافيه. هنعمل ايه بقى بعد الخطوه دي؟ هنغطي اللبن ونحطه فين؟ في مكان دافي، ندخله الفرن نحطه في مكان دافي وضلمه. هنسيبها ساعتين 3 وبعدين نرجع نبص عليها. هنيجي في المرحله دي اهو، هنغطيها وندخلها بقى الفرن ونسيبها، ولما اطلعها هوريها لكم. احنا كده سيبنا الجبنه في الفرن 5 ساعات، سيبناها في الفرن 5 ساعات. يلا بينا نشوفها. بصوا مسكت نفسها ازاي اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقطعها كده شفتوا بقت ماسكه نفسها ازاي؟ قطعناها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ جبت مصفى ونجيب فيها شاش نضيف، طبقتين شاش فوق بعض. ما عندكيش شاش ممكن تجيبي فانيلا قديمه تكون نضيفه بيضه، قطن، اهم حاجه تكون قطن اللي هو الخفيف ده، عشان نصفي فيها بقى الميه بتاعتها. هنحطها فيها ونسيبها تصفي ميتها طول الليل. يلا هننزلها كلها كده، بسم الله. طبعا الشرش ده ايه؟ مش هنرميه، الشرش ده اللي هنحفظ فيه الجبنه عشان تقعد معانا فتره طويله. لو احنا هنعمل كميه اقل من كده، يعني هنعمل مثلا كيلو واحد، مش هنحتاج الشرش. بص كميه الشرش اللي بينزل. الشرش ده زي ما قلنا كده ايه، مش هنرميه. حطيت طبق طبعا عشان الشرش ينزل فيه. ولا بقى هنجيب حصيره ولا الكلام ده، ولا هنعمل الكلام ده، ولا هنسيبها بس من دلوقتي لبكره الصبح. هنسيبها 12 ساعه وهنحط فوقيها تقل، بس نصفي مبدئيا كده جزء من الشرش. طبعا الشرش ده دلوقتي لما نطلعه هنغليه وهنشيله لبكره برده، نحطه بقى في التلاجة ونشيله لبكره عشان لما نحط الجبنه في العلب نغطيها بالشرش، نكون غالينه عشان ما يبص. نقفل كده بس، نحط بقى فوقها الطبق كده عشان يخليها تصفي كل الميه، ونسيبها بقى من بالليل للصبح. هنحطها فين؟ ندخلها الفرن برده وهو مطفي، وان شاء الله بكره الصبح كده نشوف اخبارها ايه. الجبنه سيبناها من امبارح 12 ساعه لحد النهارده بقى ايه، هنفتح عليها نشوف اخبارها ايه. وده الشرش اللي غليناه امبارح وسيبناه في التلاجة، هنحطه عشان نحط فيه الجبنه، هو اللي هيحفظ الجبنه. جبت 3 قرون فلفل بحالهم كده، هنحطهم هنا. بصوا طول الليل كانت بتنزل ميه اهي، ادي الشرش اللي نزل منها طول الليل. يلا كده نفتح عليها ونشوف كده، بسم الله. بصوا بقت ماسكه في بعضها، كل ما التقل اللي فوقيها يبقى اتقل كل ما تمسك في بعضها احسن.
اهو بصوا الحته ماسكه نفسها ازاي. طبعا المفروض ان احنا كنا ايه نبقى لمينها على بعضها اكتر من كده شويه اهي، ولا مهريه ولا مفروله ولا، كبسناها كويس بالتقل بقت ماسكه نفسها. قطعها كده ايه مربعات، وطعمها جميل ومظبوطه وملحها مظبوط. جربوها ان شاء الله هتعملوها على طول. نحطها بقى كده في الشرش ونسيبها في التلاجة تقعد ما يجرالهاش اي حاجه. وبصوا الكميه اللي طلعت من 2 كيلو ونص. ونقفل عليها العلبه ونحطها في التلاجة، وتطلعي منها بس على قد ايه، على قد الحته اللي هتستخدميها النهارده. غير كده تخليها في الشرش بس. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.